يا ويلك يا الاهلي المصري، جايك العين، جايك في القاهره 4 ان شاء الله و3 عشان تعرف قيمه الفرق الاماراتيه. انت تقابل العين، ما تقابل اي فريق. ترى المباريات كبيره شو تصنع؟ يقولون رجال ندخل اي مباراه اي منافس والله ناكله اكل يا اخي. مش عارف بصراحه جبتوا الثقه دي منين، يعني ما اتعلمتوش من اللي حصل مع الاعلام السعودي قبل ماتش الاتحاد؟ عامه لو نسيت، الاهلي كفيل يفكر. اليوم مبروك للنادي الاهلي، بطل نصف الكره الارضيه. وطبعا اول حد لازم نحييه في ماتش امبارح هي جماهير نادي الاهلي اللي عملت ملحمه كبيره وشفناها اثرت قد ايه على اداء فرقه العين في اللقاء. الجماهير اللي انبهرت بيها جماهير العين نفسها بعد المباراه، وشفنا تعليقاتهم كمان اللي خلت رينيه فايلر في استوديوهات MBC يصورهم بموبايله ويعبر عن مدى انبهاره وحزنه على ترك الفريق وهذه الجماهير. وهنا لازم نحيي لعيبه الاهلي والجهاز الفني واداره النادي، لان بعد خساره بطوله السوبر الافريقي امام الزمالك الفريق كان في مفترق طرق، يا اما الفرقه تبدا تفك ويبدا الانهيار وخساره تجر خساره، يا اما ينجح الجهاز الفني واداره النادي انها تلم اللعيبه وترجع ثقه اللعيبه في نفسهم ويقدروا ان هم يتخطوا هذه المرحله الصعبه. ده اللي نجحت فيه اداره النادي الاهلي والجهاز الفني، وده اللي كان ليه دور كبير فيه ويشكر فيه كابتن محمد رمضان اللي شفناه قاعد في الدكه في اللقاءين قدام الزمالك في السوبر المصري وقدام العين عشان يوصل للعيبه مدى اهميه اللقاءين ومدى اهميه ان هم يفوزوا ويرجعوا الفريق لطريق الانتصارات. تخيل معايا التحول في الاوضاع بعد فوز الاهلي على العين الاماراتي وحصوله على جائزه ماليه قدرها 2 مليون دولار. الاهلي دلوقتي في نصف نهائي الانتر كونتيننتال وبينتظر الفائز من ربع النهائي الاخر. المباراه اللي هتبقى بين باتشيكو المكسيكي وبطل امريكا الجنوبيه اللي لسه ما اتحددش حتى الان. المباراه دي هتبقى يوم 11 ديسمبر، وان شاء الله مباراه نصف النهائي هتبقى يوم 14 ديسمبر في ملعب 974 في قطر، وان شاء الله نتمناها اهلاويه. ان شاء الله الاهلي لما يوصل نص النهائي هيضمن لا قدر الله في حاله الخساره 2 مليون دولار اخرى، اما في حاله التاهل للنهائي هيضمن على الاقل 4 مليون دولار هي جائزه الوصيف، اما في حاله حقق المفاجاه واحرز اللقب ان شاء الله هيحصل على جائزه ماليه قدرها 5 مليون دولار. اللي اتفرج على الماتش كويس هيلاحظ ان كولر كان مذاكر فريق العين كويس جدا وعارف اخطائهم الدفاعيه، عشان كده لعب عليهم ضغط عالي من اول المباراه عشان يربك دفاعاتهم اكتر ويمنعهم من الخروج السليم بالكره. الضغط ده اسفر عن خطا نادر يحيى ربنا يبارك له، يعني عمل اسيست ليه وسام ابو علي، وهنا يرجع استغلال الفرص الكبير ليه وسام ابو علي في احرازه للهدف الاول للاهلي في اللقاء، الهدف اللي سهل المهمه على النادي الاهلي وريح لعيبه الاهلي وخلى المباراه اسهل بالنسبه لهم. بالنسبه لطريقه اللعب شفنا تغيير طفيف من مارسيل كولر اللي غير طريقه 4-3-3 الفلات اللي بيلعب بيها دايما ل 4-2-3-1، وشارك امام عاشور في مركز رقم 10 عشان يستفيد بقدره امام عاشور على صناعه الاهداف، كمان قدرته على تسجيل الاهداف بنفسه، وده اللي حصل فيه الهدف الثاني للنادي الاهلي بانهاء ومهاره اكثر من رائعه من امام عاشور بيحرز الهدف الثاني لنادي الاهلي. وبالنسبه للتشكيل اشوف ان مارسيل كولر لعب بالتشكيل الامثل اللي كان ممكن يبدا بيه اللقاء، وهو نفس التشكيل اللي بدا لقاء السوبر المصري امام الزمالك واللي ضمن لك السيطره على اللقاء وضمن لك جوده في صناعه اللعب وفي الاستحواذ على الكره. بالنسبه لخط الدفاع وجود اكرم توفيق في الجبهه اليمنى بيخليك تنسى اي خطوره ممكن تحصل من هذه الجبهه. بسم الله ما شاء الله عليه، بيقطع ميه ونور على اي حد بيلعب عليه. وبالنسبه لياسر ابراهيم اللي عامل مباريات رائعه سواء مباراه العين او السوبر المصري امام الزمالك، بيرجع فورمه ياسر ابراهيم اللي كنا عارفينها عنه وبيقطع ميه ونور على سفيان رحيم وبيمنعه من تشكيل اي خطوره. ما ينفعش نعدي خط الدفاع من غير ما نذكر الاداء الرائع اللي بيأديه رامي ربيعه، كمان الجبهه اليسرى بقياده يحيى عطيه الله اللي قدر بخبرته الكبيره ان هو يتخطى هجوم بعض الجماهير عليه بعد لقاء السوبر الافريقي وغلطته قدام ماتش الزمالك، وقدر ان هو يثبت للجماهير ان هو صفقه ممتازه وان هو يؤدي اداء رائع سواء على المستوى الدفاعي او مستوى الهجومي ويطمن جماهير الاهلي على الجبهه اليسرى للفريق. اما بالنسبه لخط وسط الفريق فاشوف ان التوليفه اللي عملها مارسيل كولر في ماتش العين وماتش السوبر المصري امام الزمالك هي التوليفه الانسب للفريق في المرحله المقبله. وجود كوكا مع امام عاشور مع مروان عطيه ضمن لك السيطره على وسط الملعب من خلال الضغط العالي على الخصم وسرعه افتكاك الكره، كمان التصرف السليم في الكره بعد الافتكاك، كمان ضمن لك التكمله الهجوميه الفعاله. وهنا لازم نحيي مارسيل كولر اللي لما حس ان في مشكله في خط وسط الاهلي سارع وحل هذه المشكله بالتكوين اللي قلنا عليه. وعلى صعيد الهجوم هنا لازم نوشوش حسين الشحات ونقول له ركز يا نجم اكتر من كده، ولازم تشتغل
تشتغل على الفينش بتاعك، لان سواء في ماتش العين او في ماتش الزمالك ضيع فرص خطيره في اول اللقاء كان ممكن تسهل اللقاء وتنهي اللقاء من بدري للنادي الاهلي. اما طاهر محمد طاهر اللي بالمناسبه بيقدم مستويات جيده جدا في اللقاءات الماضيه، يمكن مردوده الهجومي مش باين بشكل مؤثر نظرا للادوار الدفاعيه اللي بيكلفوا بيها مارسيل كولر في ان هو يرجع ويساند اكرم توفيق في حاله الدفاع، ولكن اداء بدني جبار من طاهر محمد طاهر وان شاء الله يستمر على هذا المستوى. اما القناص وسام ابو علي مش عارف بصراحه الواحد يقول عليه، ربنا يحفظه ويبعد عنه شر الاصابات، مهاجم كما يقول الكتاب بيستغل انصاف الفرص، وده شفناه في ضغطه على نادر يحيى مدافع نادي العين في الهدف الاول، وازاي قدر يستغل الكرة من لمسه واحده ويحرز الهدف الاول للاهلي في اللقاء ويسهل اللقاء على النادي الاهلي. كمان شفناه في هدف النادي الاهلي الثالث وازاي ضغط على المدافعين واستخلص الكرة وعملها اسيست لعمر كمال اللي بذكائه قدر يحصل على ضربة جزاء يسجلها قفشه ملك النهايات. اتمنى المكسب ده ما يخليش اداره الاهلي تغفل عن تدعيم الفريق في يناير، لان بمنتهى البساطه انت محتاج مهاجم قوي مع وسام ابو علي، كمان محتاج تدعم الاجنحه لان انت مشيت احمد عبد القادر ما جبتلوش بديل حتى الان. الاهلي دلوقتي بيشارك في بطولات كتير، بطولات عالميه، لازم تعلي من كواليتي الفريق عندك كمان بالنسبه لكواليتي الاجانب. اتمنى الاهلي يستفاد من العوائد الماليه الضخمه للفريق في تدعيم السكواد بتاعه والتعليه في الكواليتي اللاعبين. نيجي بقى لفريق نادي العين ومدربهم هيرنان كريسبو اللي شكله بيعيش اخر ايامه مع فريق نادي العين نظرا لنتائجهم السلبيه في المباريات الاخيره. اكتر حاجه طمنتني لما شفت سكواد نادي العين في اللقاء وهو عدم بدء هيرنان كريسبو بلابا كوجو في مركز الهجوم. لو كان لعب بلابا كوجو مهاجم ولعب بسفيان رحيمي جناح ايسر كان هيبقى فريق نادي العين اخطر بكتير من الشكل اللي شفناه. سفيان رحيمي خطورته لما بيلعب في مركز الجناح بيبقى جاي شايف الجون قدامه وبيبقى خطورته اكبر بكتير. كمان لابا كوجو هو واحد من افضل المهاجمين وهو افضل هداف اجنبي في تاريخ نادي العين، فكانوا هيشكلوا خطوره كبيره على دفاعات نادي الاهلي. فرقه نادي العين تحسها نازله اللقاء وهي خايفه من لاعبي النادي الاهلي، كمان جماهير نادي الاهلي اللي عملت لهم رهبه، وبصراحه جماهير النادي الاهلي ترهب اي حد، وشفنا مدى تاثير الجماهير وضغط الجماهير على اداء نادي العين المهزوز في اللقاء. الاهلي بيكتب رقم جديد باسمه كاول فريق غير اوروبي يحصل على بطوله من تنظيم الفيفا، ودايما الاهلي مشرف في مصر ومشرف الكره المصريه، ودايما الاهلي حاضر في المحافل العالميه. نتمنى استمرار الاهلي في البطوله ولما لا احتراز بطوله الانتركونتيننت. اتمنى يكون ملاحظاتنا على اللقاء وتحليلنا للقاء نال اعجاب حضراتكم. كده حلقتنا خلصت، اراكم على الف خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.